الموضوع الثاني: نشأة الفلسفة. درس النهاردة بيتكلم عن نشأة الفلسفة. في البداية بيقول لك إن الفلسفة ظهرت على 3 مراحل: في الشرق القديم، رقم 2 في اليونان، آخر حاجة الفلسفة اليوم. طب أنا عايز أعرف بقى في الشرق القديم الفلسفة هتتكلم عن إيه؟ قال لك عن الفكر الأخلاقي والحكمة الدينية اللي بتمثل حاجة اسمها فجر الضمير الإنساني. طب ليه؟ لأنها ظهرت على يد كثير من الحكماء والمفكرين. تاني حاجة وضعوا المبادئ الأولى للحكمة والأخلاق والدين في تلك الحضارات القديمة اللي هي مصر وبابل وآشور وبلاد فارس والهند والصين. تاني، الفلسفة في الشرق القديم هتتكلم عن ايه؟ عن الفكر الأخلاقي والحكمة الدينية اللي بتمثل فجر الضمير الإنساني لأنها ظهرت على يد كثير من الحكماء والمفكرين. تاني حاجة ووضعوا المبادئ الأولى للحكمة والأخلاق والدين في تلك الحضارات القديمة مثل مصر وبابل وآشور وبلاد فارس والهند والصين. رقم 2 عند اليونانيين القدماء. قال لك عرف لأول مرة الفكر الفلسفي الحقيقي. تاني حاجة يتسم بالطابع العقلي النظري الخالص، ظهر على يد الفلاسفة الطبيعيين في مقدمتهم واحد اسمه طاليس. تاني، عند اليونان عرف لأول مرة الفكر الفلسفي الحقيقي، كان بيتسم بالطابع العقلي النظري الخالص، ظهر على يد الفلاسفة الطبيعيين في مقدمتهم طاليس. قال لك بعد كده تطورت ملامح الفلسفة واكتملت على يد مين؟ سقراط وأفلاطون وأرسطو. طب هيتكلموا عن ايه؟ احنا قلنا في الشرق القديم هنتكلم عن الفكر الأخلاقي والحكمة الدينية. طب عند اليونانيين قال لك عن الكون، هنتكلم عن الكون. قال لك أثار الكون هؤلاء الفلاسفة فأخذوا يسألون كيف وجد ومن الذي أوجده وما التغيرات التي تطرأ عليه. تاني، احنا قلنا اتطورت الفلسفة على يد مين؟ سقراط وأفلاطون وأرسطو. هيتكلموا عن ايه؟ هيتكلموا عن الكون. أخذوا يسألون كيف وجد ومن الذي أوجده وما التغيرات التي تطرأ عليه. بعد كده اهتمت الفلسفة بفن تسيير الحياة، معنى الحياة، تنظيم المجتمع الإنساني، أفضل الأشكال للحكومة والتعليم، وموضوعات أخرى أقرب إلى التجريد زي العدالة والحقيقة والجمال. رقم 3 الفلسفة اليوم اللي هي العصر الراهن. قال لك لم تعد تقنع بالمعرفة النظرية بل تحاول أيضا تنظيم الحياة الإنسانية. طب هتتكلم عن إيه الفلسفة في العصر الراهن؟ قال لك عن القضايا والمشكلات الحياتية، أي حاجة حديثة زي قضايا البيئة، التكنولوجيا، الأمراض المستحدثة. تاني، الفلسفة اليوم اللي هي العصر الراهن لم تعد تقنع بالمعرفة النظرية بل تحاول أيضا تنظيم الحياة الإنسانية. هتتكلم عن إيه؟ عن القضايا والمشكلات الحياتية. بعد كده قال لك تطور الفلسفة ساعد في توجيه الحضارة الإنسانية وارتقاء حياة البشر. التعريف اللغوي لكلمة فلسفة. قال لك كلمة فلسفة مشتقة من كلمة يونانية تتكون إيه؟ من مقطعين، وهما فيلو بمعنى المحبة وسوفيا بمعنى الحكمة. يعني فيلوسوفيا تعني محبة الحكمة. تاني، كلمة فلسفة مشتقة من كلمة يونانية تتكون من إيه؟ من مقطعين، فيلوسوفيا تعني محبة الحكمة. طب مين أول من أطلق كلمة فلسفة قاصدا بها محبة الحكمة؟ فيثاغورس اللي هو عالم الرياضيات. تاني حاجة رأى فيثاغورس أن الحكمة صفة من صفات الله وحده.
لذلك لا يصح أن يتصف بها الإنسان، ويكفي وصفه بمحب للحكمة. وعرف يعني إيه حكمة؟ قال لك ليست معرفة الحقائق فقط، بل هي تقويم متكامل له، فهي معرفة الرأي السديد الصائب. يعني إيه؟ يعني الحكيم هو اللي يقدر يميز بين الرأي الصحيح والرأي الخطأ. تاني، إيه تعريف الحكمة؟ ليست معرفة الحقائق فقط، بل هي تقويم متكامل لها، فهي معرفة الرأي السديد الصائب. المعنى العام للفلسفة. قال لك إن الفلاسفة اختلفوا على وضع تعريف للفلسفة، اللي هو التعريف الجامع المانع. طب ده ليه؟ بسبب اختلاف مذاهبهم والعصور التي عاشوا فيها. قال لك إن كل فيلسوف بيعرف الفلسفة على حسب العصر اللي هو عايش فيه. بعد كده قال لك بالرغم من تعدد تعريفات الفلاسفة إلا أن هناك اتجاه عام يجمع بينهم، اللي هو إيه؟ دراسة طبيعة الإنسان ومستقبله ومصيره، بحث المشكلات الكبرى للإنسان، التفسير الشامل للعالم. تاني، بالرغم من تعدد تعريفات الفلسفة إلا أن هناك اتجاه عام يجمع بينهم، وهو إيه؟ دراسة طبيعة الإنسان ومصيره ومستقبله، بحث المشكلات الكبرى للإنسان، التفسير الشامل للعالم. في اتجاهين مهمين جدا في تعريف الفلسفة. الاتجاه الأول في تعريف الفلسفة هو الاتجاه التقليدي بتاع سقراط وأفلاطون وأرسطو، اللي بيهتم فيه بأسرار الكون. طب إيه التعريف؟ العلم الكلي الذي يبحث في أصول وغايات الكون والطبيعة والإنسان، وغايته النهائية كشف الحقيقة لذاتها. طب بيهتم بإيه؟ البحث في الموجودات، في معرفة العلل البعيدة والمبادئ الأولى، لذلك تعد الفلسفة علم العلوم. طب الاتجاه الثاني، قال لك الاتجاه الثاني في تعريف الفلسفة وجهة نظر أو رؤية شاملة إزاء الحياة والإنسان والعالم. يعني إيه؟ أي إنسان ممكن يكون فيلسوف لو عنده وجهة نظر أو رؤية شاملة إزاء الحياة والإنسان والعالم. طب بيهتم بإيه؟ رقم 1، البحث عن معنى الحياة، الاهتمام بمشكلات الإنسان الواقعية، آخر حاجة الاتجاه العملي نحو توجيه السلوك.